السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم برسالة بسيط يا رب ينول إعجابكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي حبايبي احنا هنعمل رز كده، كبسة، وهنعمل أكل حلو قوي. تابعوا الفيديو للآخر وتصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسيش اللايك الجميل بتاعك والكومنت الحلو. واللي مشتركش في القناة يشترك كده وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. جبنا معانا حلة زي ما انتوا شايفين كده، حطيتها على النار وحطيت فيها حبة من الزيت. وهنعمل بصلاية زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. قطعي بصلاية. هنعمل طريقة رز حلوة قوي وهتعجبكم بإذن الله. جربوها مش هتندموا. ابقى انا مولعة على ايه؟ مولعة على بطاية حلوة كده. واخدة الحوايج بتاع الفرخة بتاعتنا وعاملاهم مسلوقين زي ما انتوا شايفين. في الحلة انا طبخت معاكم البط المسلوق كتير، فانا عملته لوحدي. بس هنعمل الكوسة والرز مع بعض كده وحبة مكرونة زي العسل. تابعوا الفيديو كده للآخر حبايبي، وبإذن الله تطلعي مستفادة ولو من معلومة واحدة. قطعنا البصلية الجميلة زي ما قلت لكم كده، بصلية واحدة زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، متوسطة، ما تكونش كبيرة أوي ولا صغيرة أوي. وبعد كده هنشوحها ومش هنحمرها، هنديها بس ايه لون حلو. وهننزل معانا كده، أنا مقطعة الأوراق بتاعتي على 4 قطع. هعملها ايه في الحلة، نعمل رز كده باليادوب بالأوراق ديت يعني ايه، وركين وقطعهم على 4 قطع. والصدر طبعا عيناه. وبقية الحوايج طبخاهم مع البطة شوربة زي ما قلت لكم. هنشوح كده البصلية بتاعتنا لما تاخد بس لون يعني بسيط كده. وبعد كده هننزل أهم حاجة حبايب قلبي في النقطة دي، تكوني غاسلة فراخك حلوة أوي. حابة تعملها بصدور فراخ، أنا عملتها قبل كده على القناة. نفس الطبخة دي بصدور الفراخ. هنحط زي ما انتوا شايفين كده قرفة خشب. وهنحط ورقتين رولي وهنحط ايه، فصان مستكة وحبهان، ورق لورا، خلوا بالكم مني. وهنحط كمان عودين من القرنفل. بصي المكونات الجافة ديت حلوة قوي، بتدي نكهة حلوة. وهنحط حبيتين كوبيبة. يبقى هنحط عود قرفة خشب، فصان مستكة وحبهان، ورق لوري. وهنحط كمان قرنفل. وهنحط حبيتين كوبيبة صيني من اللي هي الحب ده. وهنحط كمان واحدة لوم. اهو كده كل المكونات اللي هي الجافة حطيناها. يعني بصوا دولت ايه، هيدوا ريحة حلوة قوي لما تحطوهم مع بعض كده. بجد بجد بيدوا ريحة حلوة، بتشم ريحة بعد كده توابل جميلة قوي. قلبوهم تقليبة، وفي نفس الوقت دقين توم. هننزل بحبة من التوم ده، القرنفل اهو. بس انا قلت لكم، وبعد كده لو حاجة هبينها لكم اللي انا قلتها مش هزود عليها. هنحط برضو حتة من التوم المدقوق وحتة من هريسة الشطة. وهنضيف الفراخ بتاعتنا زي ما قلت لكم. دي شوف الدبوس بتاع الفرخة، وطبعا اللي هي الحتة بتاع الفخدة دي بنحطها برضه اهو. هنديلهم صدمة حلوة، اهم حاجة اكون غسلاهم غسيل حلو، ومصفياهم ومنشفاهم من المية، ومخليهم زي الفل زي ما انت شايفة بود وزي الشمعة كده. وبعد كده تشوحوهم تشويحة حلوة لغاية ما ياخدوا صدمة. واهم حاجة في الوقت ده تكون نار بوتاجازك عالية، ما تكونش واطية. انا بقول لكم المعلومات ازاي، الطريقة بتاعة الطبخ تعملها ازاي على نار عالية ونار واطية. لما اجي اوطي عليها اقولك. هنسيبهم كده بتشوحوا زي ما قلت لكم. وهنحط بقى ريحة التوم تشميه بقى. وهنحط برضو معلقة من هريسة الشطة. يا سلام على الريحة مع البهارات الجافة اللي انت حطيتيها. بصراحة بتشم ريحة جميلة قوي اهو. بعد ما نحس ان هم خدوا صدمة كده من الجنبين، هنقلب من جنب، هنقلبهم على الجنب التاني. يعني ما تحس كده ان الفراخ خدت صدمة، تبتدي ان انت تقلبيها على الجهة التانية زي ما انت شايفة قدامك كده اهو. علشان كده قلتلك ما تديش للبصلة لون، عشان لو لونت معاكي وانت بتشوحي كده ما يجرالهاش اي حاجة. ولو انت حابة تحطي الفراخ الاول وبعد كده تنزلي بالبصلة عادي برضو. تقدري تعملي كده وتقدري تعملي كده. في تلك الاحوال انت هتشوحيهم مع بعض. الريحة بقى طالعة جميلة. من قبل ما نضيف بقية البهارات بتاعتنا، لسه في بهارات هنحطها. تابع الفيديو كده للآخر وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وما تنسيش اللايك الجميل يا عسل انت وهي. بص بقى هو تبقى ابتدي ان انا اشوح الفراخ. طبعا هي كده خدت صدمة وخدت من البصلة بتاعتنا. وخدت من التوابل اللي احنا ضفناها مع البصلة. وريحتها طالعة جميلة.
تعالوا بقى نبهر بهاراتنا الحلوة الجريئة دي. طبعا هنحط كركم وكاري، ده شيء اساسي عشان نعمل حبة رز اصفر كده زي العسل. ده شيء اساسي اللي انت هتحطيه، وفلفل اسمر. وهنحط حبة من السبع بهارات. هتبقى كده ايه ريحة الكبسة بتاعتك زي الفل، جايبة لاخر الشارع اهو. يعني حطينا كركم كاري فلفل اسمر، حبة من السبع بهارات. قلبي بقى ايه تشويحة حلوة كده علشان التوابل بتاعتك تتحمص معاكي، وتشم الريحة الجميلة اللي انا شمها دي. شمين يا ولاد، حلوة وزي العسل. هنبتدي احنا دلوقتي، بصوا يعني مش هنجيب بقى، احنا معانا النهاردة مرقة انا عاملاها. مش هنضيف مية لاكلنا خالص النهاردة. نبقى هنضيف ايه؟ هنضيف من الشوربة بتاعتنا الجميلة اللي انا عاملاها للبط. وهضيف على الفراخ بتاعتي، نطبخ الرز والكوسة كله من المرقة النهاردة. ضفت معلقة من السكر. وبعد كده شوفوا اهو. هبتدي ان انا اخد. الله على الريحة بقى. شفتوا الطشة دي؟ ما اقولكوش، خد الفراخ بتاعتي بقت يعني ربع سوا اهو. الصدمة الجميلة دي بقى بتخلي معاك الفراخ تستوى في ساعتها، وتبقى دايبة كده وزي العسل، وكله نازل على قلبانة كده ايه، فل. احنا لسه ما ضفناش الملح. خلوا بالكم هنضيفه الوقت، يعني مش هضيفه على طول. قلبي بقى كده واسبيها وغطيها شوية بعد ما نضيف شوية طماطم من اللي احنا عاملينهم في الخلاط دول. طبعا الطماطم دي هنعمل بيها حاجتين لسه. فانا ضربتها، قلت ممكن تحطها قطع، تحطها مبشورة تمشي. لو انت حابة ان انت تحط الطماطم قطع تمشي، تحبها تبشريها تمشي. حطها بقى تستوي كده، ساعة ما تقلب شوية وطي عليها على النار على النص. ده اقدر اقولك الوقت وطي، وسيبها تستوي براحتها، اكنك بتسلقي فراخ عادي. تعالي بقى نجيب صينية كده على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. وهنجيب فيها بصلاية حلوة برضو اهو. يعني بصلتين ان هما كانوا وسط، قطعتهم بالشكل ده. هبتدي ان انا اشوحهم، ومش هديلهم لون، مش هديلهم لون خالص، يعني يا دوب بس ايه، هدبلهم كده. وهنضيف عليهم برضو حتة من التوم وحتة من هرسة الشطة. واشوحهم تشويحة حلوة. هنعمل صينية كوسة معتبرة. صينية الكوسة دي وهمي وهمي كده عسل، دايبة دوبان. وبتتحط في فرن البوتاجاز، الله. بتبقى جميلة جدا، صدقيني لو طبختها لوحدها تاكلها اكل من غير اي حاجة. حطينا التوم زي ما وريتكم اهو. وهحط برضو هرسة شطة. وهتبقى زي العسل. والله الحبة الكوسة دولت كفاية كده يكفوا، مش عايزين اي اكل جنبه. قلبي، يعني انت ممكن تعملها ورز ابيض وبس من غير اي حاجة. قلبي بقى كده لما تشم ريحة التومة معاكي، وتشم ريحة هرسة الشطة كده والبصلة الجميلة دي. وبعد كده انا غاسلة الكوسة ومظبطاها ومخليها زي الفل. بنزل بها على طول على البصلة بتاعتي. وابتدي ان انا اشوحها ونضيف البهارات بتاعتها. اهو زي ما انتوا شايفين كده، انا بنزلها لقيت واحدة لسه مش متقطعة، هجيب السكينة واقطعها قدامكم. طبعا نار بوتاجازها عالية، خلوا بالكم النار البوتاجازي على الكوسة كده عالية. على الفراخ متوسطة. وعلى البط برضو متوسط، عشان ده وده بياخد سية براحته كده. انما هنا بقى ايه هنضيف فلفل اسمر كزبرة وكمون. وهنقلب الكوسة بتاعتنا دي، وحبة من السبع بهارات. وهنضيف لها كمان حبة من البابريكا، وهتبقى دي التوابل بتاع الكوسة بتاعتنا. فلفل اسمر كزبرة وكمون، حبة من السبع بهارات. وشوية من البابريكا، وهتبقى دي البهارات بتاع الكوسة. ورشة من السكر، وطبعا الملح، والملح ده تبع ذوقك واختيارك. شوف انت بتحب طعم الملح ازاي. وانا بضيف الملح للكوسة، هضيف الملح للفراخ بتاعتنا علشان برضو تاخد من الملح بتاعها. ما تنسوش ان الفراخ بتاعتنا هنضيف شوية شوية كده مع بعض. هقول لكم احنا هنضيف بقى ايه ونظبط الدنيا كده. ضفنا الملح. وهنمسكها نقلبها تقليبه زي الفل. انا كده حبيت ان انا احط الملح برضو للفراخ زي ما قلت لكم اهو. شوفوا لونها وجمالها، والله ريحتها يا ولاد خرافة. ريحتها حلوة قوي. قلبوا بقى الكوسة بالبصلة بالتوابل بكل ده. نارك عالية مش واطية عشان الكوسة ما تخرجش معاك مية. وهنحط مكعب مرق، يلا وان شاء الله محد حوش. مكعب مرق لقيناه قلنا نضيفه. والله والله ما يخسر، والله ما يخسر اي حد. قلبوا يا ولاد قلبوا. بس كانت حلوه حلاوه يا ولاد، والله جميله قوي، جميله جدا.
صينية كوسة كانت عاجباني، هي دي وبس بصراحة. قلّبوا بقى كده، الكوسة حلوة وحنيّنة وجميلة وطعمها جميل أوي، وخصوصًا اللي أنتِ بتعمليها ني في ني كده، ما بتبقاش لا حامية ولا حاجة، وبتبقى خفيفة، تحسّوا إن هي أحلى خضار، يعني هي أحلى خضار خفيف وحلو، وطعمها جميل جدًا. والله أنا باطبخها في الحلة بتبقى حلوة، باطبخها الصينية بتبقى جميلة برضه، يعني عملتها معاكم قبل كده في الحلة جميلة، جميلة جدًا، حلوة أوي، أوي، أوي. قلّبوها بقى واعملوا حطّوا لها الطماطم، صفّينا الطماطم بقى عشان ما يبانش فيها إيه، تفل طماطم كده، أهم حاجة تصفّيها كده وتخلّيها حلوة. في أكلات حبايب قلبي زي ما قُلت لكم متّفقين في الموضوع ده، في أكلات بنحط الطماطم يعني زي المحشي، زي كشري، زي كبسة، ما بصراحة ما بنصفّوش الطماطم، إنّما أمّا بنكون حاجة هتبان فيها الطماطم كده، من الأحسن ومن الأفضل تصفّيها. من الأفضل يعني بتبقى إيه شكلها حلو وما تبانش فيها تفل طماطم ولا حاجة. برضه هناخد كده شوية كده، الله على المرقة بتاعتنا النهاردة، يا عيني خلت الأكل بتاعنا كده فلة. ما احنا بدل ما هنعمل بها ايه، ما احنا كده نستفيد طعم أكلك منه فيه، مش تقعدي تجيبوا مية من الحنفية وتنضحي تخلي الأكل بتاعك مصيص كده ومليش ريحة الطعم. لا، ولو هتزودي بقى، طب أنا ما عنديش مرقة وعايزة أزود اللي انت بتعملي ده، مية مغلية، مَيّة ومغلية، ادّي الأكل بُصّي ضبّطي أكلِك، ما تحطّيش مَيّة من الحنفية عليه، يا جماعة المَيّة من الحنفية على الأكل اللي بيغلي بيزفّر طعم الأكل، مهما تعملي فيه تلاقي طعمه فيه حاجة مش مضبوطة، مهما تضبطي فيه، إنّما المَيّة المغلية بتتطهّر وبتبقى حلوة وبتخلّي طعم أكلِك حلو. ضبّطنا 3 حلالنا كده وخلّيناهم زي الفل، تعالوا نعمل شوية مكرونة زي العسل مع بعض كده. باجيب المَيّة أحطها على البوتاجاز وأضيف فيها حبّة من الزيت ورشّة من الملح وكيس المكرونة على طول، من غير ما تستني لا المَيّة تغلي ولا أي حاجة، ما تستنيش المَيّة تغلي، ضيفي كده على طول، على الأقل الحلة بتاعتِك ما تزرقش، ضيفي على طول، والله والله العظيم طعمها أحلى من المَيّة بتغلي. هي غلت مع بعضها أهي، بس إيه خلّي عينِك عليها قلّبيها، ما تسيبيهاش تلزق في قعر الحلة. إنما والله ما باخلّي المَيّة تغلي ولا أي حاجة، بُصّي هاتيها حطّيها، حُطّي المَيّة باردة وحُطّي الزيت عليها وحبّة من الملح وبتبقى زي الفل. صلّوا على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي وصل معي لحد كده اوعوا تنسوا اللايك الجميل لأم سمير، فيديو جميل وممتع وفي نفس الوقت هتستفادي من أكتر طبخة فيه، يعني مش حاجة معيّنة، هاعمل معاكِ 3 حاجات إن أنتِ تقدري تعملي منهم حاجة واحدة تنفع لوحدها، يعني ممكن إن أنتِ تعملي المكرونة دي ممكن تعمليها لوحدها، جنب شوية بطاطس مقلية، بانيه، أي حاجة ممكن تمشي، كوسة ورز أبيض يمشي، الرز اللي أنا هاعمله قدامكم متبهر ده تعمليه لوحده يمشي، يعني بُصّي مش شرط إن أنتِ تعملي ال3 حاجات مع بعض كده، بس أنا كان عندي عزومة عشان كده إيه، باحب أشكِّل بقى يعني أعيش بقى مع الحِلَل بتاعتي. قلّبت بقى عملت إيه، خدت المكرونة بتاعتي صفّيتها بعد ما قلبت قلبتين كده حلوين، صفّيتها وغسلتها وجبت الحلة بتاعتي وحطيت فيها حبّة من الزيت وبصلاية وابتدي إن أنا أشوّح. باورّيكم الكوسة، الله على ريحة الكوسة، ضبّطي حُدقِك يا بنتي ضبّطي. بُصّي يا حبيبة قلبي، طول ما أكلِك معاكِ على البوتاجاز ضبّطيه، يعني بُصّي ما تحطّيش الملح مرّة واحدة وتحتاسي ويبقى حادق منِّك، خلّي إيدِك وسط ودوقي، عايزة حاجة ضيفيها، ضيفيها في إيدِك تضبّطي أكلِك. يالّا قلّبي البصلة بتاعتِك وبرضه ما تخلّيهاش تحمَر منِّك أوي عشان المكرونة تبقى معاكِ حلوة كده ومسكّرة ما تبقاش ممرّرة. لو المكرونة عامةً ما بتحبّش البصل الأحمر ولا الحاجات ممكن تعمليها بتوم بس. بس أنا باحب أعمل البصلاية تدّيها صقارة، إنّما تحرقي لها البصل لأ، وتوم كمان وتشوّحيه وحبّة كزبرة ناشفة وتشوّحيهم مع بعض، بتخلّي لِك ريحة في المكرونة تحفة. هنعمل شوية تسبيكة زي الفل كده وزي العسل زيّكم، وبرضه هنحط هريسة شطة علشان المكرونة ما تنفعش إلا مشطشطة، بصراحة المكرونة ما تتاكلش إلا أمّا تحسّي إن هي حنطة، حنطة كده تحبّي إن أنتِ تاكليها. هنعمل كيس المكرونة زي ما قُلت لكم أهو، حطينا بصل وتوم وهريسة شطة وهنقلبها تقليبة حلوة، وقبل ما اضيف الطماطم هنضيف شوية كزبرة ناشفين، بس مش عارفة هما جم ولا لأ، مش عارفة. هنمشي مع بعض خطوة خطوة كده، وتابعوا الفيديو معايا كده حبايب قلبي، ويا ريت ما تنسوش اللايك وتشاهدوا اتمنى ان انتوا يعني تشاهدوا الاعلانات معايا شوية كده، خلي القناة تترفع بالله عليكم، معلش يعني الإعلان لمّا ييجي ما تتخطّيش، حاولي إن أنتِ
تشاهديه، لو هتفتحيهم 5 كده وما تبصيش، معلش يعني، لإنه بيرفع من شأن القناة. أنا كده صفيت الطماطم وحطيت الكزبرة الناشفة زي ما قُلت لكم. تعالوا بقى نضيف حبة بابريكا، وهنضيف كزبرة وكمون وفلفل أسمر وبابريكا، وهنقلبهم تقليبة حلوة زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. ايه لما ياخدوا يعني، بصوا تتسبك سبكيها. وهنضيف ملح، ما تضيفيش بقى في التسبيكة دي سكر. طب ليه؟ علشان السكر مع المكرونة بفكها. خلوا بالكم من المعلومات دي يا بنات. تسبيكة المكرونة ما تضيفلهاش سكر، علشان السكر في المكرونة بفكها. لو مكرونتك حتى جودتها عالية، لو انت سلقها سلق 100 بس لو ضفتلها سكر مع التسبيكة بتاعتها بتتهرس منك. انا اتمنى اللي يتابع فيديوهات هيستفيد. قلتلكوا لو بمعلومة واحدة، علشان كده بحب ان انتم تتفرجوا على الفيديو كامل، مش عايزة ان انتوا تسمعوا مقطع كده وتسيبوا مقطع كده ما تستفادوش. بصوا بقى، خلاص كده احنا خلصنا من المكرونة. سيبوها بقى تتسبك مع نفسها، تسبيكتها هتبقى زي الفل. وبعد كده انا فصلت وجات لكم تاني. بصوا بقى، الكوسة بقت عسل. ما تزوديش بقى، حابة ان انتي تزودي مية او شوربة، يعني حابة فيها دمعة شوية براحتك. انا بما اني يعني معايا شوربة او مرقة، ما حبيتش ان انا ازودهاش، اللي احطها في فرن البوتاجاز تاخد لون حلو. ونقلت مكانها التسبيكة. والرز بتاعي هجيبه ان انا احطه. الفراخ طبعا استوت زي الفل. تقدري تنشيلي الفراخ وتقدري تسيبيها. انا سبتها شوية بصراحة، بس رجعت نشلتها، لان انا لما ضفتها لقيت الحلة عندي ضيقة. فنقلت خالص كل ده في حلة واسعة شوية، علشان الرز بتاعي ياخد راحته، لان انا حسيت ان الحلة مش مساعية. فنقلتها وشلت الفراخ بتاعتي بعد ما استوى. عشان تبقوا عارفين برضو حبايبي، شوفوا انا بهز المعلقه لقيت الرز بتاعي يبقى مكتوم. فانا ما حبيتش ان هو يفضل مكتوم كده، فنقلته في حله اوسع. لو انتوا بصيتوا في اخر الفيديو هتلاقوني ان انا نقلتها ونشلت الفراخ بعد ما استوى. ازودها وحسيت، بصوا انا زودت المرقه بتاعت للرز، بس انا نقلت الرز بصراحه. ما انت في ايدك، بصي انا قلتلك انت في ايدك طبيخك. طول ما هو على النار الرز بزيت يا حبيبه قلبي، ما تخليش رزك يبقى الحله صغيره وتبصي يجي يقلب مكتوم. يعني لو جت تبصي بيقلب بس ايه مكتوم، هيبقى معاك حبايه وحبايه. فانت تقدري حله واسعه وتنقليه عادي، مفيش اي مشكله زي ما انا عملت بالظبط. وبقى زي الفل. تعالوا بقى ايه نضيف المكرونه بتاعتنا. شوفوا التسبيكة حلوة أوي. أنا بحب ايه المكرونة ماهيش ناشفة. يعني أنا بحب المكرونة ما نشفهاش، يعني انت تحس ان التسبيكة كتير، لا مش كتير. حلوة، أنا بحبها كده. وما بغيبهاش على النار، يعني 5 دقايق كده وتشيليها. وتقوم قادحة عليها فص توم وسايباه وحبة خل. لو بتضيف لو انت بتحب خل، ما تحبش خل برضو ده يرجع لك، بس بديلها ريحة حلوة. قلبها تقليبة حلوة وسبيها هوتي. هتتلدن على نار وسط خالص زي الرز. عشان كده احنا هنوطي عليها. طبعا التسبيكة بتاعتنا قلبة على نار عالية. كده بقى هنوطي عليها ونسيبها 5 دقايق بالظبط وهنشيلها. وظبطي حدقك كده وظبطي حياتك. شوفوا الحلة كبرت اهي. كده بقى الرز بتاعي ما شاء الله زي العسل ومفلفل وريحته تحفة. ريحته جميل قوي. والفراخ بتاعتي استوت وشلتها. هوريها لكم اهي، مستوية دايبة. الفراخ بتاعتي دايبة عسل، وريحتها طعمها جميل جدا. احمر انا فراخي واحمر البط بتاعي، وطلعت الكوسة. الله على الريحة والجمال. حاجة كده زي العسل، حاجة وهم يا بنات والله جربوها مش هتندموا. يبقى كده عملنا الرز اهو، حمرنا فراخنا، وفي نفس الوقت عملت الكوسة، وعملت كمان المكرونة. وده كان غدانا النهاردة. يا رب ينول اعجابكم. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانش في اللايك والشير وفعل الجرس، عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فتحية فين. واتمنى تتابعوا الفيديوهات بتاعتي وتشاهدوا حتة صغنونة كده من الاعلانات واللايكات الحلوة بتاعتكم، عشان نكبر لكم وبكم يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترككم في رعاية الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة يا حبايبي، بحبكم في الله.